أنا عبد العزيز حسن عبد العزيز، وأنا جوز الفنانة علا غانم. احنا متجوزين بقالنا 18 سنة، وكنا سعداء جدا، ما كانش فيه أي حاجة، خلافات زوجية كالعادة. و... وف- وكنا بنبني ونصلح بيوت وبنبني بيوت وبزنسات وكل حاجة، وعايشين حلو قوي قوي. وفوجئت علا قالت لي في شهر في عيد جوازنا، قالت لي أنا عايزة أروح أشوف بنتي وعايزة أصلح سناني في مصر. هقعد لي شهر كده ولا حاجة وأرجع أجيب بنتي وأرجع. فقلت لها خلاص يا حبيبتي مفيش مشكلة، بس خلي بالك أنت لازم تيجي بسرعة. قالت لي ده مفيش، هو شهر أصلح سناني وبنتي وأجي. فوجئت في يوم، يمكن يوم 2 أو 3/10، مش فاكر بالظبط اليوم. المستشار القانوني بتاعي بيكلمني، اللي هو هنا في مصر، بيكلمني بيقول لي ده مدام علا رفع قضية خلع. قلت له مش احنا صالحنا من 3 سنين ولا سنتين ولا حاجة؟ قال لي لا، دي واحدة تانية رفعها من حوالي أكتر من سنة. قلت له ازاي من أكتر من سنة؟ دي عايشة معايا. قال لي أنا بقول لحضرتك هو ده اللي حاصل. قلت له طب لو سمحت شوف المواضيع إيه. راح للقاضي وحكى له الموضوع، والقاضي رفض القضية. رفض القضية. دي أول مرة. جم رفعوا القضية مرة تانية، وأنا آسف، القضية كانت راحت على عنوان المعادي، وانا مش ساكن في المعادي، انا ساكن في امريكا، وسكني هنا في سقاره. فلغوا سقاره ولغوا امريكا، على ان انا عايش في امريكا كنت انا وهي، وما قالتليش. وقدموا عنواني ان هم اختاروني في المعادي. طبعا ده غير صحيح، فالقاضي رفضها. القاضي حد محترم جدا، انه رفض القضيه. جم رفعوا قضيه مره تانية وعملوا عنوان والدتي، اللي هو في وسط البلد، وطبعا انا مش موجود فيه لاني انا لسه في امريكا. واستمرت القضيه، وكان المفروض ان القاضي هيحكم فيها مش عارف يوم 27 ولا ايه. فالاستاذ محسن المحامي، المستشار محسن، قال لي لو سمحت تيجي على مصر حالا. وبالفعل اخدت اول طياره وجيت على مصر، ورحت قابلت الشيخ في الازهر، وقلت له ان انا عايز علا وانا مش عايز اسيبها، وانا عارف تماما اللي ورا كل المشاكل اللي احنا فيها دي هي والدتها. والدتها تكرهني من اول ما اتجوزنا، عشان هي حد، معرفش، مش عايز اقول، بس هي حد قوي جدا الشخصية. وطبعا خلت بنتها تكرهني، بنت علا، فبقوا 2، وخلت اخو علا يكرهني، وسببت مشاكل كتيرة جدا. المهم انا جيت قاعدين، جيت داخل البيت لقيت علا حاطه بلطجيه بره على الباب، وزي ما انت شايف كده نزلوا. علا ضربتني بازازه نبيت في عيني، والولد راح شايلني وراح حادفني على الباب. الباب اخدني واتكسر، ازاز زي ما انت شايف، الازاز مكسر بره. ولد بلطجي كده ومسكني جامد، وراحت امها ضرباني بحديده على دراعي، وانا بحط ايدي راحت الحديده قطعه لي ايدي زي ما انت شايف كده. جت البوليس واخدونا، رحنا انا وهي وامها والاثنين اللي هم غفره بتوعها،
الولد الغفير اللي هو بجلابيه ده راح ضارب دماغه من فوق كده، راح خابط دماغه في الحيطه. فانا بقول لامين الشرطه ده بيعمل ايه؟ ده بيضرب نفسه. ف فطبعا مش مهم يعني، انا ما سالتش. اخدوا اقوالنا ورحنا على النيابه، وقعدنا في النيابه لغايه الساعه 6 صباحا، و... وكان كل حاجه كويسه لغايه لما مدير النيابه قال لنا انتوا مروحين. طب ازاي مروحين وانا متعور التعوير دي يا فندم؟ قال لي خلاص روح على المستشفى. بس كانت الساعه 6 الصبح وكان الجرح بقاله اكتر من 10 ساعات. ما قدرتش اروح مستشفى، كنت تعبان جدا، كنت بوجع جامد قوي. وكنت ساعتها اخدت كذا حبوب مسكنه وما كنتش قادر اكمل. جيت بسرعه على البيت هنا، و رجعنا على الاسم الاول. ام سوري، رجعنا على الاسم الاول، وبعدين اخذوا عملوا لنا كشف علينا وبتاع، واتضح ان بتهيألي الناس اللي هم علا معيناهم غفرة، دول مش غفرة، دول بلطجية. وهي بتتآمر يعني مع كذا حد، مش بتتآمر، بتحاول تعين ناس مش كويسين، معرفش ليه. جيت دخلت على البيت وقفلت البيت. بعد شوية لقيت الشرطة هنا بتقول لي انت عندك بلطجية جوه؟ قلت له لا، انا ما عنديش الا الشغال اللي هو بقاله معانا 15 سنة، وما كانش بالفعل فيه الا انا وهو بس. فقالوا لي لا، طب افتح الباب افتح الباب. انا كنت ساعتها قلقان جدا منهم، وحسيت ان في حاجة غدر هتحصل. فما فتحتش الباب، بس هم طلعوا كويسين جدا الشرطة. وانا قلت لهم لو مدام علا عايزة تخش اهلا وسهلا فيها، مفيش اي مشاكل. اول ما قلت لهم كده بصراحة هو خد علا وقال لها حابة تخشي؟ قالت له لا. ودوت النقيب علي في شرطة مباحث أبو النمرس. وساعتها هو أخذ العربية ومشي، وكان مشكورا جدا. وهي مشيت، وفوجئ النهاردة بأنها بتعلن إنها حد هجم على البيت. البيت زي ما حضرتك شايف فاضي، مفيش إلا ناس وغفرة كويسين جدا. مع العلم إنه رئيس النيابة كان هنا امبارح واخد بطايق الناس اللي انا عينهم دلوقتي. هم كلهم من الصعيد، صعايده، ولسه جايين من الصعيد دلوقتي. مش ما اقصدش دلوقتي يعني، اقصد من يومين. وكشف على بطايقهم ما لقاش حد مسجل ولا اي حاجه زي اللي هي كانت جايباهم. فانا مره تانية بقول للعلا اهلا وسهلا في بيتك، احنا لسه متجوزين ومفيش اي مشكله بيني وبينك، وانا عمري ما هعمل حاجه تضايق اي مخلوق، بل بالعكس انا زعلان على اللي هي عملته فيا. والقانون ياخد مجراه. لو انا حد عامل اي حاجه غلط، انا واثق ان القانون هياخد مجراه. البيت دوت بيت الزوجيه. البيت ده انا معايا عقد 65 سنه، 59 years، وموجود ومسجل وكل حاجه فيه. لو انا خارج عن القانون، انا واثق ان القانون المصري قانون رزم وقوي وبيعرف الحق، وانا اتمنى ذلك. وانا بعتذر لكل الناس او كل الحاجات اللي علا قالتها بالنيابه عنها، لان انا عارف ان هي ما تقصدش اللي هي قالته، واللي قالوا الحاجات دي مش علا، واللي عملوا الدعايه دي مش علا. علا حد جميل وطيب
في اوقات وما تقصدش اللي بتقوله، في ناس تانية هي اللي بتعمل لها الحاجات دي. واتمنى انها تروح وتحاول تخش مستشفى. وانا بعتذر لكل حاجة قالتها، وارجو ان انتوا تسامحونا. انا ما اقصدش اني اخلي اي حاجة تضايق الشعب او اي حاجة زي كده او الميديا بالذات. وتاني مرة بعتذر.